عارفين الدبة اللي قتلت صاحبها؟ للي ما يعرفش الحكاية، كان مرة في دبة بتحب صاحبها جدا وبتخاف عليه، وفي مرة لمحت على راسه دبانة، فراحت ضربته ضربة شديدة على راسه علشان تبعد الدبانة عنه. بس للأسف الضربة دي موتت صاحبها. وده بالظبط زي اللي كتير مننا ممكن يكون بيعمله من غير ما يحس وهو بيربي أطفاله. في بعض الأخطاء القاتلة في تربية أطفالك أوعوا تعملوها، زي مثلا تعليم الصح بالنقد القاسي أو تصحيح الخطأ بالإهانة وضرب الطفل. وللأسف أثبتت الدراسات العلمية إن إهانة الطفل والقسوة عليه بتهدم شخصيته وبتضعفها، وبتخليه طفل مشوش ومش قادر يقيم الشخصيات بشكل كويس. بيفضل يسأل نفسه يا ترى دول بيحبوني ولا لأ؟ طب لو هما بيحبوني ليه بيعملوا فيا كده؟ وتاني خطأ هو الإهمال بكل حاجة تخص الطفل. بنبقى موجودين وفي نفس الوقت مش موجودين، بنبقى مشغولين بالتلفزيون باللاب بالموبايل بأي حاجة غير الطفل، وده بيسبب خوف عند الأطفال من الانخراط في المجتمع. وتالت خطأ هو عدم استقرار الوالدين على استخدام أساليب الثواب والعقاب. مرة نلاقيهم بيعاقبوا الطفل على سلوك معين، ومرة تانية نلاقيهم بيكافئوه على نفس السلوك. ورابع خطأ هو التفرقة في المعاملة بين الأبناء، وده بيخلي عندهم فجوة كبيرة من الحقد والكره. وخامس خطأ هو تخويف الطفل لما يرتكب أي سلوك خاطئ، ده بيخليه طفل جبان خايف من أي حاجة وكل حاجة.